ان انا اسيب فلوسي اللي انا دفعتها يتحركوا بيها، في فلوس رجوع قنطوي، في فلوس جايه من الاجتماعي هم يديروا النادي الاسماعيلي بيها. والمؤامره دي حاولوا بالميديا يستخدموا الميديا ضدي على البرنامج. انا في احد البرامج عملت مؤامره كبيره جدا. البرنامج ده في جمعيه عموميه بعد يوم. البرنامج ده تحديدا بتاع الكابتن مجدي عبد الغني بعت مراسل ليه، فقلت للمراسل جاي لنا، قلت له خش الاسماعيليه كلها وانا همشي معاك عشان ما تتطورش. قول لي روح الحته الفلانيه همشي معاك. هنعمل قاعده في النادي، الناس كانت اذا ما كانتش عايزه محمد بن سعود انا همشي، بس برضه مش همشي بناء على رايي دول، يجيبوا لي بديل. انا مش عايز اقعد في النادي ولا لحظه، لان انا بصرف. يعني في احد اسوأ ما انجبت النادي الاسماعيلي قاعد يهاجم في الاخر بيقولوا له يعني، قال لهم لا محمد بن سعود في ذمته الماليه لا انا بدفع من كده ننسى دي، بس بيقول ان انا اخطات. طب بس انا اخطات اكيد مش عارف ايه الاخطاء. طب الماتش الهزيمه دي يا فندم هتاثر مثلا على مجلس بحيث ان في جمعيه عموميه الماتش لا انا اللي هعمل جمعيه عموميه بقول لك هعملها ازاي هتعملها. فاللي بيحصل دلوقتي في مؤامره على النادي الاسماعيلي لصالح بعض الاشخاص. كان ممكن انا المؤامره دي ما تبقاش موجوده لو انا الراس الافعى سبته ياخد فلوس من النادي في صفقه جون قنطوي وطالب بحوالي 1.5 مليون. يعني لو كنت سبته ما كانش هيبقى فيه مؤامره. اول ما قلت له لا بدات في مؤامره على النادي الاسماعيلي، لكن المؤامره احنا كشفناها وفي ناس رجاله كتير في الاسماعيليه عارفينها، واحنا هنقف ضد المؤامره دي. والنادي الاسماعيلي عمره ياما اتعرض لحاجات زي كده، بس هو الوقت اللي لعيبتنا محتاجين معالجه نفسيه، لانه حاسين انا في لعيب في الفرقه عايز يروح على الجون، خاف واترعش، فلما وقعد يعيط بعد الماتش. المشكله في النادي الاسماعيلي دلوقتي النفسيه، لانهم خايفين من الجماهير، متخيلين ان جماهير الفيسبوك دي هي اللي هتاثر على النادي، وهي مش هتاثر على النادي. انا ضدهم، مش في مؤامره كويسه، اقول لك ان من ناحيه المؤامره في مؤامره في النادي.